خليني اكلمك في البداية عن منتخب البرازيل. ودايما يعني معروف ان منتخب البرازيل هو واحد من افضل المنتخبات في تاريخ الكورة، وكمان واحد من افضل المنتخبات في تاريخ كاس العالم. ولكن بقى الجميل في منتخب البرازيل ان رغم قوته ورغم اكتمال العناصر ورغم الجبروت والتحف الفنية والعناصر الجبارة والاساطير اللي خاصة في الكرة في الوقت ده تحديدا مع منتخب البرازيل في كاس العالم 2006 لاعب واحد بس اللي يقدر حرفيا يداري على منتخب البرازيل، وزي ما بنقولها في لغة الكرة عموما ياخد منتخب البرازيل كله كده ويكلفته ويحطه حرفيا في جيبه. ومن هنا بقى عايز اقولك ان ده كان حدث مهم جدا في تاريخ كاس العالم 2006. مش بس كده، كمان كاس العالم 2006 بيعمل لنا واحدة من اكبر الخناقات التاريخية في كرة القدم عموما، وفي مباراة بتشهد تواجد 4 كروت حمراء و10 كروت صفراء تنتهي لفوز طبعا في نتيجة المباراة ب1-0 صالح منتخب من الاثنين. وبكده دي كانت تاني قصة معانا هنحكيها النهاردة في حكاوي كاس العالم والبرنامج بتاعنا في تاريخ كاس العالم عام 2006. مش هكلمك طبعا عن النطحة اللي كانت في نهائي البطولة من زين الدين. عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المشاهدين في رحلة جديدة من رحلات كاس العالم، جديدة من برنامج حكاوي كاس العالم على قناة هيما والجول. وطبعا يعني هنتكلم النهاردة عن بطولة كاس العالم عام 2006، تحديدا البطولة رقم 18 في تاريخ بطولات كاس العالم. هنا حابب اقول لك ان ركلة البداية بتاع بطولة 2006 كانت في 9 يونيو، اما بالنسبة لصافرة نهاية البطولة عموما كانت 9 ولكن يوليو. البطولة طبعا كانت في المانيا. ومن هنا بقى حابب اقول لك النهاردة ان احنا هنضيف عنصر جديد في الحلقة عن حلقات كاس العالم اللي فاتت، ولو انت ما سمعتهاش تقدر تروح تسمعها وتتابعها في البلاك ليست الخاص بحكاوي كاس العالم. هتلاقي بكاس العالم من اول 82 لحد 2006. وطبعا يعني خليني اقول لك ان في سيناريوهات لحلقات بعد كده هنكمل لحد قطر 22. هنتكلم في البدايه عن طبعا وصيف حامل اللقب وهو منتخب فرنسا، وبعد كده هنتكلم عن حامل اللقب وهو منتخب ايطاليا. في نفس الوقت هنتكلم عن المباريات التاريخيه، وبعد كده الاحداث المثيره في بطوله كاس العالم 2006. هننتهي بالفرق والمنتخبات العربيه اللي تاهلت في البطوله، في نفس الوقت هنتكلم عن مشوارها في بطولة كاس العالم عام 2006. في البداية بقى خلينا نتكلم عن وصيف حامل اللقب وهو منتخب فرنسا. ده كده منتخب فرنسا وقع في المجموعة السبعة، ومن هنا بقى كان معاه سويسرا وكان معاه كوريا وكان معاه توغو. وفي اول مباراة من مباريات كاس العالم وافتتاحية فرنسا كان بالتعادل السلبي قدام سويسرا، عشان طبعا يعمل بداية غير متوقعة بالمرة من منتخب فرنسا اللي يعتبر كمان ند قوي في البطولة وهيوصل معانا لنهائي بطولة كاس العالم 2006. بعد كده بقى تتحفنا فرنسا بنتيجة جديدة وتخش طبعا قدام كوريا الجنوبية، وللأسف الشديد المباراة الثانية لفرنسا على التوالي في كاس العالم تتعادل. ولكن بقى التعادل ده كان تعادل مميز عن التعادل الاولاني، لان الاولاني قلنا انه كان سلبي 0-0، لكن التعادل الثاني قدام كوريا كان تعادل ايجابي هدف لا هدف. اما بقى بالنسبه لنهايه الجوله او الجوله الاخيره قدام توغو الانتصار بثنائيه نظيفه، بعد من مجموعتها كتاني للمجموعه بتاعتها عشان تبدا تروح لدور ال16 وتقابل منتخب من ضمن المنتخبات اللي تصدرت مجموعتها. بالنسبه لفرنسا لما تقابل اول مجموعه من المجموعات الثانيه للاسف الشديد كان منتخب اسبانيا، وعايز اقول لك ان كان ند قوي في البطوله. ولكن بقى على عكس الاداء الباهت اللي قدمته فرنسا في دور المجموعات بعد التعادل السلبي ثم التعادل الايجابي ثم الفوز بثنائيه نظيفه، لكن بقى المره دي تقدر تفوز على اسبانيا وتعدي من دور ال16 بنتيجه 3-1 عشان ريبيري يسجل وفريرا يسجل وزيدان يزود الثالث ويسجل الهدف لفرنسا. بالنسبه للهدف الوحيد اللي قدر منتخب اسبانيا يسجله كان عن طريق ضربه جزاء، وبالنسبه كان لدافيد فيا. صعد منتخب فرنسا من دور ال16 لدور الثمانية، لقى واحد من افضل المنتخبات في البطوله، وطبعا كان هنا بتكلم عن منتخب البرازيل. وعزيزي المشاهد فرنسا قدرت تعدي البرازيل بطبعا هدف وحيد سجله هنري، والاسيست وقتها كان من زين الدين زيدان، عشان تكون مباراه ملحميه يقدر يعديها منتخب فرنسا بالسحر والابداع بتاع زين الدين زيدان. بعد كده بقى من دور الثمانية يقدر يوصل
توصل لدور نص النهائي. ودور نص النهائي كان هنا مميز شويه لان فرنسا قابلت البرتغال، ولكن بقى فرنسا كانت بدات نسق التصاعدي بتاعها، ومن هنا كانت بادئه انها تكون ند قوي في البطوله وتقدر انها توصل وتكمل مسارها لنهائي البطوله عشان برضو تفوز على البرتغال بنتيجه 1-0 عن طريق ضربه جزاء سجلها زين الدين زيدان، ومن هنا تودع البرتغال بطوله كاس العالم عام 2006. وبكده بقى يا كبير فرنسا توصل لنهائي البطوله ويكون مستنيها هناك منتخب ايطاليا عشان يكون في احداث مثيره في النهائي. اظن ان انت عارف بعض الاحداث المهمه فيها، ولكن تعالى نتكلم عن منتخب ايطاليا من اول مباراه لحد اخر مباراه وهي النهائي. ايطاليا في البدايه وقعت في المجموعه الخامسه، كان معاها غانا وتشيك وامريكا، هي كانت الفريق او المنتخب الرابع في البطوله. لكن على عكس فرنسا اللي تعادل في اول مباراه تعادل سلبي، ايطاليا بتفوز في اول مباراه على غانا بنتيجه 2-0 بكل ارتياح. ولكن الجوله الثانيه ما كانش فيها اختلاف كبير بالنسبه طبعا لفرنسا وبالنسبه لايطاليا، لان ايطاليا اتعادلت في الجوله الثانيه قدام امريكا بهدف لهدف، يعني ما كانش فيه اختلاف ما بين الاثنين، ده تعادل 1-1 وده برضه تعادل 1-1. اما بقى بالنسبه لاخر مباراه قدام التشيك، طبعا يعني ايطاليا قدرت تحقق الانتصار وكمان بنتيجه 2-0، ومن هنا بقى ايطاليا تصعد كاول مجموعه لمجموعتها لدور ال16. في دور ال16 بقى كانت مفاجاه ان ايطاليا تقابل استراليا، وعلمك كده عزيزي المشاهد ان كانت واحده من اجمل مباريات طبعا البطوله، وكان استراليا ند قوي جدا على منتخب ايطاليا لدرجه ان التعادل السلبي كان بين الفريقين لحد طبعا صافره ضربه الجزاء اللي قدر من خلالها توتي يعدل النتيجه ويسجل هدف الفوز بنتيجه 1-0 على منتخب استراليا، عشان وقتها ايطاليا تصعد من دور ال16 لدور الثمانيه وتكمل مشوارها معانا في البطوله. بعد دور ال16 اللي قبل فيه استراليا يعتبر ند صعب قدام ايطاليا تخش دور الثمانيه، ولكن تقابل خصم اقل جوده شويه وقابلت في الوقت ده اوكرانيا، وطبعا يعني كانت مباراه سهله على الطليان لدرجه ان هم خلصوا المباراه وفنشوها بنتيجه 3-0، كان هدف لزامبروتا واثنين كمان لتوتي. دور نص النهائي بالنسبة بقى للدور ده لإيطاليا فهو مميز جدا، لأن في دور نص النهائي إيطاليا واجهت طبعا صاحب الأرض وهو منتخب ألمانيا، وفي الوقت ده ولعلمك كانت مباراة قوية بين الاثنين لدرجة ان المباراة ما خلصتش في 90 دقيقة، ولكن هم راحوا للإكسترا تايم، ولكن وقتها إيطاليا كانت ند قوي جدا للبطولة لدرجة ان هم فازوا على ألمانيا صاحبة الأرض بنتيجة 2-0، ورثوا الهدف الأولاني وديل بيرو الهدف الثاني، وبكده بقى صاحب الأرض اللي هو منتخب ألمانيا يودع البطولة عشان طبعا إيطاليا تقدر توصل لنهائي البطولة قدام منتخب فرنسا. بقى يا كبير لنهائي البطولة، وزي ما قلت لك يعني ان كان في احداث مثيرة جدا لدرجة ان المباراة كانت ماشية كويس جدا لحد ضربة الجزاء قدر طبعا يتحصل عليها منتخب فرنسا على ملعب الاليانز ارينا بتاع بايرن ميونخ. وطبعا في واحدة من مفاجآت البطولة ان زين الدين زيدان يسدد ضربة الجزاء ولكن بطريقة بانينكا في حارس زي بوفون طبعا حارس منتخب ايطاليا، ومن هنا بقى دي كانت صدمة للجمهور كله اللي هو اساسا كل الناس على اعصابها ونهائي كاس العالم، وطبعا التوتر صعب، وخصوصا كمان ان الحارس اللي قدامك مش حارس عادي ولا حارس مثلا اقل من المستوى، لا ده واحد من افضل حراس مرمى التاريخ عموما، ومن هنا زيدان بيتحفنا برسمة ولوحة فنية تقدر تخلد في ذهن الجميع الى الان. بعد كده ايطاليا تقدر تعدل النتيجة، هدف ورأسية من ماتيرازي قدر يعدل النتيجة وتبقى طبعا النتيجة 1-1 وينتهي 90 دقيقة ثم ينتهي الاكسترا تايم. لكن بقى يجي نطحة زين الدين زيدان لماتيرازي، النطحة اللي تسبب فيها خروج منتخب فرنسا وخروج زين الدين زيدان بالطرد اللي كان في وقتها واحد من اشهر الطرد اللي على مر التاريخ المتعلق بكرة القدم. واول ما حد يفتكر كاس العالم 2006 اول حاجة بيجي فيها هو نطحة زين الدين زيدان. لكن هنا توصل المباراة طبعا لضربات الجزاء، ومنها يقدر منتخب ايطاليا يحسم اللقب ويقدر يكسب بطولة كاس العالم 2006
على منتخب فرنسا. عكس العاده ان افضل لاعب في العالم في الوقت ده كان هو زين الدين زيدان، اللي هو كان افضل لاعب في طبعا منتخب فرنسا. على هذا الاثر بقى عزيزي المشاهد ان افضل لاعب في بطوله كاس العالم كان زين الدين زيدان، ومنها كان في بعض الاخبار بتقول ان هو كان ممكن لو فاز بكاس العالم يفوز بالكره الذهبيه، ولكن للاسف ما حصلش نصيب. لكن عايز اضيف لك معلومه عزيزي المشاهد ان كلوزا كان هو الهداف لكاس العالم 2006 وكان برصيد 5 اهداف. اول الحلقه قلت لك ان كان في مباراه يعني ما بين فريقين شهدت 4 طرد و10 انذارات، والمباراه دي كانت مباراه بين هولندا والبرتغال اللي كانت حرفيا واحده من ضمن خناقات التاريخ اللي بيشهد عليها كره القدم. اصل دي ما كانتش مباراه، بقول لك 4 طرد و10 انذارات وحاجه يعني كانت اشبه بخناقه. في الاخر البرتغال قدرت تحقق الفوز على منتخب هولندا. وخليني اقول لك برضو ان انا قلت لك في البدايه ان واحد من افضل منتخبات الكره عموما وهو منتخب البرازيل يلاعب فريق، ولكن الفريق ده يكون منه واحد بس قادر يطغى قوته على منتخب البرازيل كلها، وهو مباراه البرازيل وفرنسا. في الوقت ده حرفيا زين الدين زيدان عمل واحده من افضل الاداءات التاريخيه في تاريخ كره القدم كلها، زي ما انت سمعت بالظبط كده، اداء تاريخي من زين الدين زيدان بيتحف منتخب البرازيل وبيلاعب البرازيل لوحده فقط، لدرجه ان رونالدينو طلع بعد اللقاء وقال لك ان احنا كنا بنلاعب زين الدين زيدان بس. واحده من ضمن كلاسيكوهات كره القدم ايطاليا والمانيا. الوقت ده اساسا المباراه كانت على ارض المانيا وقدرت ايطاليا تفوز 2-0، ولكن بقى خليني اقول لك ان كانافارو لاعب منتخب ايطاليا قدم واحده من افضل الاداءات لمدافع في تاريخ الكوره برضه. حرفيا كانت مباراه كبيره منه، وفي نفس الوقت منتخب ايطاليا عموما قدم لنا لوحه فنيه من ضمن المباريات المهمه في بطوله كاس العالم 2006. اما بقى بالنسبه للمنتخبات العربيه في البطوله دي فكان تونس والسعوديه، وللاسف الشديد ان الاثنين وقعوا مع بعض في المجموعه الثامنه. تونس في الوقت ده وفي المجموعه دي جت في المركز الثالث بعد طبعا خساره من اسبانيا وبعد طبعا خساره من اوكرانيا، وللاسف بعد تعادل مع منتخب السعوديه. وطبعا يعني منتخب السعوديه جه في المركز الرابع بعد خساره من اسبانيا وخساره من اوكرانيا، وفي النهايه تعادل مع منتخب تونس. في الوقت ده بقى المركز الثالث راح لصاحب الارض من بطوله كاس العالم عموما وهو منتخب المانيا، اما بالنسبه للمركز الرابع فكان طبعا لصالح منتخب البرتغال. وفي النهايه عزيزي المشاهد حابب اقول لك ان دي كانت بطوله 2006 بطوله كاس العالم. ومن هنا بقى حابب اقول لك ان انت لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه ما تنساش تتابع بطولات كاس العالم اللي انا منزلها هنا على القناه في برنامج حكاوي كاس العالم مع هيما والجول من اول بطوله 82، لان احنا لسه مستمرين في الحلقات لحد بطوله قطر 22. عزيزي المشاهد في النهايه كان معاكم ابراهيم محمد، ما تنساش تدعمني بلايك وشير واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واتمنى ان انتوا تشاهدوا حلقه على السوشيال ميديا عشان اقدر اوصل لاكبر عدد من المتابعين. كان معاكم ابراهيم محمد من قناه هيما والجول، نتقابل في قصه جديده من حكاوي كاس العالم، والى اللقاء، يلا بينا.